جون أفريك، حكام الجزائر لم يلتقطوا إشارات هزيمتهم أمام المغرب. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. أعلنت صحيفة جون أفريك أن حكام الجزائر لم يلتقطوا الإشارات الواضحة خلال الفترة الأخيرة التي كانت تكفي لإدراك استحالة فوزهم بحق استضافة مباريات كأس إفريقيا 2025 أمام المملكة المغربية. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مبررات الانسحاب التي قدمها رئيس الاتحادية الجزائرية وليد سعدي بعد لقائه بالرئيس الجزائري في قصر المرادية لم تكن مقنعة. وأصدرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فاف بيانا رسميا يعلن فيه سحب ترشيح الجزائر لاستضافة كأس إفريقيا للأمم نسختي 2025-2027، مشيرة إلى استراتيجية جديدة لتطوير كرة القدم في الجزائر. وأكدت الهيئة الاتحادية أنها ستركز جهودها على إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في البلاد مع التزام ثابت بتطوير كرة القدم الإفريقية. وأشارت جون أفريك إلى أن هذا التبرير لم يكن مقنعا للكثيرين، خاصة وأن السلطات الجزائرية أكدت أن ملف ترشيحها كان قويا. ونقلت الصحيفة تصريحات خبراء في كرة القدم الإفريقية يشير إلى أن الإشارات منذ أكثر من عام تشير إلى ضعف فرص الجزائر أمام المغرب. وذكرت الصحيفة أن الإنذار الأول جاء عندما أعلن وزير الميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ترشيح المغرب لتنظيم الكأس في فاس. وأوصى حافظ الدراج المعلق الشهير على قناة بي إن سبور الاتحاد الجزائري بسحب ترشيحه. وأكدت مصادر أخرى أن أعضاء الاتحاد الإفريقي نصحوا الجزائر بعدم الترشح لتنظيم البطولة. وأشارت المصادر إلى أن هزيمة الرئيس السابق للاتحاد الجزائري في الانتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي كانت إشارة أخرى حول فرص ضعيفة للجزائر أمام المغرب. وأخيرا أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي فوز المغرب بحق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد سحب التنظيم من غينيا بسبب عدم جاهزيتها. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إن شاء الله في موعد قريب.